انت بقى لما يجي حد تنصحه اللي هو يروح يعمل بروتكشن. لا هي دي حاجه مهمه جدا يعني، اه زي بالظبط مفيش واحد في مصر دلوقتي ما عندوش تليفون وحاطط عليه اللزقه دي. بالظبط. لان انا مره السكرين بس كنت لسه جايبه جديد وقلت خلاص بكره، نزل اتكسر نصين. ده حقيقي. فانت حصل بالنسبه معايا لك قبل كده، تخيل. وبتبقى بص يعني طبعا حاجه عايز تحزن تبيع بقى. التليفون تخيل بقى نفسه. العربيه الحاجه الغاليه. ما هو قصه العربيه دي ان انا شايف ان اي حد جايب عربيه غاليه لازم احافظ عليها، فيها حكه فيها حاجه بتاع، الحاجات دي كلها مش هتاثر خالص طول ما انت عامل بروتكشن كويس. مم. فانا لما جربت العربيات كلها عملتها عندك، فالفكره عجبتني انا بقى. وبعدين خد انا بالك لما نزلت كام صوره انا وانت، ده كل حقيقي. شويه الاقي حد ما اعرفش مين ملحن يكلمني، ما اعرفش مين لا مهندس انت صوت. كمان تبعت لي كمان اصحابك كلهم الصراحه ايوه، يعني. فكل الناس بقت تحب خلاص خد بالك دي حاجه جديده. بالظبط. والميزه كمان لما بتلاقي العربيه شكلها اتغير، او العربيه رجعت جديده زي الاول. طبعا طبعا انت راكب عربيه غاليه ومش عايزها تتبهدل، ثقافه البروتكشن دي من 10 سنين ما كانش موجوده. لا ما كانش ده موجود. اختراع جديد لا لا يعني، لا، ده اختراع لسه جديد. لسه شغال. هو كان موجود يعني، انا اشتغلت بروتكشن ده من 12 13 سنه. بس ما كانش بالكواليتي بس ما ولا كانش المواد الخام دي ده هو كانت. لسه شغال بقوه قوي من 5 سنين ولا 4 سنين. بالظبط.